وبرغم الفوز وبرغم الدوري انا حزين على علي معلول والطريقه اللي بيتعامل بيها من عماد النحاس. متخيل ان عماد النحاس خلاص الراجل في اخر 5 دقايق قرر ينزل علي معلول، فيوقفوا جنبه على الخط زي ما حصل مع احمد بلال من حسام البدري زمان. وبعد ما وقفوا واللعيب غير ومستني ينزل قال له لا لا، روح اقعد روح اقعد. ايه التعامل ده وايه الطريقه دي؟ وفي الاخر بعد ما راح قعده دقيقتين والراجل راح غير تاني وقعد، راح قال له لا تعالى انت هتنزل. ايه التعامل ده؟ انت بتزهقه، انت بتطهقه، انت بتعمل ايه؟ انت مدرب ازاي لما عندك اسطوره زي علي معلول؟ انا مش هتكلم بقى في ان هو اصلا يستحق ان هو يلعب على كوكا ولا اي حاجه من الكلام ده. عندك اسطوره ولعيب بقيمه علي معلول وتعامله المعامله دي؟ يا راجل ده انت ما تضموش للقايمه خالص وما تعاملوش المعامله السيئه دي. والراجل عشان محترم وعشان فعلا اسطوره ويستحق لقب اسطوره ما اتكلمش، بل بالعكس راح قام مغير تاني رغم المعامله السيئه والطريقه السيئه جدا من عماد النحاس. راح قايم مغير تاني ونزل الملعب لعب. بس الراجل ولا احتفل بهدف رغم انه هدف دوري وهدف بطوله، ولا احتفل بعد مباراه اول واحد خرج من الملعب زي ما احنا شفنا، حزين متضايق على الطريقه اللي بيتعامل بيها وعلى اللي بيحصل معاه. ومعاه كل الحق، ومعاه كل الحق. انا واحد من الناس النهارده حزين بسبب علي معلول ولقطه علي معلول وكل اللي بيحصل مع علي معلول. ومعرفش ليه الخطيب ساكت، ومعرفش ليه اداره الاهلي ساكته على اللي بيحصل مع علي معلول ده. لعيب لعب بس تلت ساعه في كل الماتشات دي، اظهر ان هو عنده امكانيات كبيره ولسه يقدر يدي كتير. وبتلاعب عليه لعيب اسمه كوكا قسما بالله ما يعرف المركز ده يعني بيقف ازاي، بيتحرك ازاي، بيغطي ازاي، ما يعرفش. دفاعيا سيء، كل الاهداف اللي بتيجي فيك بتيجي من جبهته بسبب اخطائه وغلطاته. هجوميا سيء، ما بيعرفش يعمل اوفرات، ما بيعرفش يكمل تكمله هجوميه. كلنا شفنا كل حاجه في الماتشات اللي فاتت. الراجل بيلعب نص ملعب اصلا مش باك شمال. فانت حرقته وضيعت علينا علي معلول اللي انا حزين بسببه وما اعرفش دي اخرتها ايه. وشكرا يا اسطوره على تعاملك، وشكرا يا اسطوره ان انت بتلعب لحد اخر دقيقه. علي معلول اسطوره اهلاويه، احنا اسفين يا معلول. وانا واحد من جمهور النادي الاهلي بقول لك انا اسف على تعامل عماد النحاس معاك النهارده. انا اسف، سلام.